السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ اخباركم؟ اتمنى تكونون زينين. اليوم جايب لكم شرح عن شلون تنشر فيديو بجودة عالية على مواقع التواصل. يعني من تنشر فيديو، هسه اكثرية الناس من جاي تنشر الفيديو مالتها تضيع دقتها، فجايب لكم الطريقة. هسه انا احكي يعني عن لعبة ببجي. خلنا نحكي لكم عنها. تفوت على الاعدادات، اول شي من تريد تصور، يعني انت شو تسوي؟ اول ما تصور رسومات الجرافيكية، انا عن نفسي انشر على التيك توك عن هاي اللعبة، فمو مشكلة. تعطي تخصيص. هاي هسه تسوي تخلي HDR، ساعة الانتظار نفس الشي. هاي الصورة، والتركة تعطي تطبيق تخرج. هسه اشرح لكم مثال شلون راح نسوي الفيديو. تصور الشاشة، تركه شوي يصور. انا مصوره قبل بس يعني هي تتصور حتى تقص الشاشة. تخرج، تحفظ الفيديو اللي سويته، تخرج تروح وين؟ على تطبيق الكاب كات. ننتظره يفتح. شو تسوي؟ مشروع جديد، تضيف الفيديو اللي صممته وصورته. هذا مثلا شو تسوي؟ تدوس اضافة. هذه شو تسوي؟ تضغط على الصورة نفسها، على الفيديو، بدون ما تضغط على الفيديو تدوس هنا نسبة الارتفاع حسب يعني الحجم اللي تريده انت تريد تنشر عليها تطبيق. انا هسه مثلا على تيك توك، اضغط على التيك توك يصير يعني بهالشكل هذا. لا تكبره كلش حتى لا تضيع الجودة، يصير ياك بهالطريقة. هاي شو تسوي؟ تضغط على الفيديو نفسه، تسحب هذه يمين، مكتوب ضبط. وينها هذه؟ هاي الحدة مكتوب. وين الحدة؟ هاي زيادة الحدة. شو تسوي؟ تطولها 100. تدوس هاي الصح، ترجع مرة ثانية تضغط هنا، تضغط مرة ثانية على الفيديو، تروح على همين على الضبط. هذه زيادة الحدة. طيب 100، تدوس الصح. ترجع شو تسوي؟ نفس الشي، تدوس مرة ثانية ضبط، زيادة الحدة هذه، تعطيه مرة ثانية، تصير يعني بهالشكل. وحسب اللي يعجبك انت، يعني مثلا تريد بس وحدة من هاي زيادة الحدة، احذف وحدة مو مشكلة، طي حذف. تصير ياك بهالطريقة. وبعدها ورا ما خلصت هذه الطريقة شو تسوي؟ تسحب هيك، شوف، تروح على هالتطبيق. هسه تحط لكم اسمه حتى تعرفونه. تروح عليه، اول ما تطبله انتظره يفتح. انا شوي عندي الانترنت ضعيف يطول. من يفتح عندك شو تسوي؟ تضيف الفيديو وتعطيه تحميل. هو هذا يزيد لك دقة الفيديو بصورة اوضح. المهم فتح، تضغط هاي فيديو بس ثواني، طفي الانترنت حتى لا يتعبنا. تضغط هذه، تجي هنا، ورا ما جيت هنا ثواني، تضغط على الفيديو اللي سويته. شو تسوي؟ تدوس هذه استخدام. هذا يعدل لك جودة الفيديو اكثر بعد. ورا ما كمل تنتظره. انا شوي عندي النت ضعيف، هو منه يكمل يعطيك تم. تخرج. اكو خطوة مهمة نسيت اقولكم اياها. ترجع الكاب كات قبل ما تصدر الفيديو. تروح هنا، اهم خطوة هاي. شو تسوي؟ يكون حجم الملف المقدر ما يعبر 20، 1080 هيج. هو هنا تضيع دقة، لان انت من تنشره ينطيك دقة اقل، يقلص الحجم مال الفيديو. انت كل ما تصغر حجم الفيديو يعني حجم الملف يصير دقة اعلى. انت خليه 1080، 60 فريم مشكال. شو تسوي؟ ترجع. شوف، حاول الفيديو تسوي اكثر، يعني حاول تخلي من 10 ثواني الى 15 ثانية احسن. تقسيم
نسوي له هنا تقسيم هماتين، تحذف هذا، نسوي له حذف، تحذف هاي. شوف هسه شقد صار حجم الفيديو، دوس هنا شوف 20 ميجا بايت. هسه من تنشره يجيك دقة تمام كلش، يعني ما يتعبك. المهم تعطيه تصدير مثل ما قلت لك، ترجع له. ولا هنا شباب كان هذا اللي عندي، اتمنى ان شاء الله الفيديو عجبكم. لا تنسونا بلايك واشتراك بالقناة حتى ان شاء الله اقدم لكم اشياء جديدة.